مساك الخير يا ماما هاجر. مساك الخير يا اختي. بقولك ايه يا حبيبتي، انا مش هشتري منك اي حاجة تاني عشان قشرت البطاطس بتاعت المرة اللي فاتت طلعت تلمة. عذرا يا ماما هاجر، أنا لست بائعة، أنا هشي وجئت إليك بموضوع خاص بأدهم ابنك. ادهم ابني؟ هشي يا حبيبتي هشي. ايه الواد ادهم عمل ايه؟ منورة يا حبيبتي. بنورك يا ماما هاجر. قوليلي بقى، الواد ادهم عمل معاكي ايه؟ يكونش نصب عليكي وبعلك اختراع من اختراعاته؟ لا ماما هاجر، أدهم شاب ابن هلال. انا اي نعم امه، بس اشك في الموضوع ده. لقد جئت إليك لأطلب الزواج من أدهم وأتمنى أن توافقي. في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ ما تقولي، ما توغوشنيش. واد يا ادهم، انت يا واد يا ادهم يا زفت التين. اقعد يا ماما. اقعد. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. ايه يا واد اللي انت عامله في روحك ده؟ وايه دخلت نادية لطفي اللي انت داخلها عليا دي؟ ومين دي؟ وايه موضوع الجواز اللي هي بتتكلم عنه؟ دهوش يا ماما، عروسة يابانية وكمان جاية تطلب ايدي. عروسة يابانية؟ يعني دي مش بني ادمة، دي اختراع من اختراعاتك مش كده؟ اختراع ايه يا ماما؟ بني ادم، هي لحم ودم وكمان بتفهم في الاصول ودخل البيت من بابه. وهي الاصول ان هي اللي تتقدم لك ولا انت اللي تتقدم لها؟ ماما التقاليد عندهم كده، العروسة هي اللي تتقدم للعريس. انتي رحتوا توكوشيما قبل كده؟ لو النبي يا ابني، ولا حتى رحت سيتي ستارز. بس بما ان التقاليد في اليابان كده، يبقى احنا كمان بنفهم في الاصول وبنرحب بالتقاليد. حاجة حلوة دلقاش يا ماما هاجر. في الحقيقة لقد أعجبت بأدهم ابنك لأنه شاب وسيم وعلى خلق. نعم. هو مين؟ هو فين؟ ماما انا. انت على خلق؟ وسيم. ووسيم؟ معلش يا بنتي، هو الظاهر ان في شوية لبس صغير كده. هو الواضح عشان انت عينيكي صغيرة فما انتش شايفة كويس، بس انا بقى هنورلك بصيرتك. الواد ادهم ده حورتجي ونصاب وبتاع كلام ومقشطني اول باول. اذا كنت عايزة تاخديه خديه، بس ما ترجعيش تعيطيلي. انت ليه بتعملي كده يا ماما؟ عايزة تبوظي الجوازة؟ عايزة اقعد جنبك زي البيت الواقف؟ انا هموت نفسي. لا أدهم أرجوك، سينفطر قلبي. يا رفاتر قلبي، ربنا يعفو عنك يا بنتي. دي شكلها ايه؟ دايبة فيك. مادام كده يبقى على خيرة الله.